بدأ العام الجديد بمفاجأة في الدولة التركية. قررت السلطات زيادة أسعار الوقود، وذلك بالتزامن مع دخول تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة OTV حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الجديد. ووفقاً للتحديثات ارتفعت أسعار البنزين بمقدار 82 قرشاً للتر، بينما زادت أسعار الديزل بمقدار 77 قرشاً. وحالياً اقترب سعر البنزين من 44 ليرة تركية، والديزل تجاوزت أسعاره الحالية 44.67 ليرة تركية. كما حدثت زيادة أخرى في أسعار غاز البترول المسال بمقدار 35 قرشاً. في التوقيت ذاته شهدت الدولة السعودية زيادة باتت حديث الصحف، حيث رفعت شركة أرامكو أسعار الديزل بنسبة 44% ليصل سعر اللتر إلى 1.66 ريال. على مستوى الوطن العربي في اللحظة الحالية تتفاوت أسعار البنزين من دولة لأخرى، حيث تأتي فلسطين في الصدارة كأغلى سعر للبترول عربياً، ويليها الأردن، ثم المغرب وسوريا وتونس، وذلك وفقاً لمنصة جلوبال بترول برايسز. في المقابل هناك 5 دول تعد الأرخص عربياً في أسعار البنزين، وهي ليبيا ومصر والجزائر والكويت وقطر.